عاملين ايه؟ يا رب تكون الحلقات اللي فاتت عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منها، ويا ريت تنشروها لكل اصحابكم عشان هم كمان يستفادوا. ما تنسوش تعملوا لنا شير وسبسكرايب ولايك على كل الفيديوهات. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. النهارده 6 رمضان والنصيحه السادسه ويوميه من يوميات عمر السادسه النهارده باذن الله. اول حاجه معانا في حلقتنا ايه يا عموري؟ سنه اليوم. سنة اليوم بتقول لكم ايه يا اصحابي؟ الجلوس عند الشرب. يعني ايه؟ الجلوس عند الشرب يعني لما انت تشرب لازم تقعد وتشرب. برافو عليك. سنة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان احنا لما نيجي نشرب نقعد على كرسي او نقعد على الكنبة او حتى نقعد على الارض عشان ايه؟ نشرب. وطبعا احنا بنشرب ازاي يا عموري؟ نشرب على 3 مرات، صح يا عموري؟ البق الاول والبق بنستنى، بعد كده البق التاني، بعد كده نشرب براحتنا بقى ايه اخر مره، بس برضو حبه ايه صغيرين، صح يا عموري؟ واحنا بنشرب مرة واحدة بس في كتير اخر مره يعني. تمام. تاني حاجه بقى هي ايه يا اصحابي؟ حديث اليوم. هنقول ايه يا عمر؟ بصوا اصحابك نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، تمام؟ ومن عصاني فقد عصى الله. يعني إيه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من أطاعني فقد أطاع الله. يعني أي حاجة سيدنا محمد قالها في سنته وجت في سيرته إحنا مفروض نطيعه ونعمل إيه بيها. فبكده إحنا بنطيع ربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ بنعبد ربنا سبحانه وتعالى فين؟ في الصلاة وفي الصوم، صح يا عموري؟ كمان لما بنقول سبحان الله او اي ذكر او لا اله الا الله احنا كده بنطيع مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ومين اللي قال لنا نعمل كده؟ بلغنا عن ربنا سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كده ايه؟ اطعنا سيدنا محمد فاطعنا الايه؟ الله سبحانه وتعالى. ومن عصاني فقد عصى الله. يعني اي حاجه مش لذيذه وحشه بنعملها وفيها معصيه لله سبحانه وتعالى، فايه؟ احنا كده ما نفذناش اوامر سيدنا محمد، فبالتالي احنا عصينا ربنا سبحانه وتعالى. تمام يا اصحابي؟ هنخلي ماما تحفظنا الحديث وهو ايه يا عموري؟ يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنقول ايه؟ عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيبكم دلوقتي يا أصحابي مع سؤال اليوم مع إيه؟ مع عمر، وارجع لكم مرة تانية. سؤال النهاردة: من هو أمير المؤمنين؟ هي بتقول امبارح عدد المبشرين 10. السلام عليكم. النهارده النصيحة السادسة من نصايح عمر، يوميات عمر في رمضان لماما. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التربية الإيجابية اهتمام كبير جدا جدا في تنمية مهارات الشخصية للطفل، وكمان كان بيهتم كتير جدا جدا باستقلالية الطفل. وده بنشوفه لما جاء في موقف من المواقف ان امرأة طلبت من سيدنا محمد، قالت له ايه؟ انا عندي غلام يعمل نجارا ألا يصنع لك شيئا؟ فقال سيدنا محمد لها ايه؟ مري غلامك ان يصنع لي اعوادا للمقعد، يعني مقعد او كرسي ان هو يقعد عليه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما قالش يعني ده طفل غلام يعني هو اللي هيصنع لي المقعد، لا، ما قالش ان ده طفل وقال ايه انا يعمل لي مقعد حد كبير. لا، سيدنا محمد وثق في مهارة الطفل ووثق في شخصية الطفل وعطى استقلالية للطفل ان هو بنفسه يعمل ايه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ايه؟ كرسي او مقعد يقعد ايه عليه. سيدنا محمد هنا اهتم بالمهارة الشخصية للطفل. عشان كده احنا كمان كأمهات لازم نهتم بمهارات اطفالنا. يعني اشوفه لما ابني يجي يقول لي ايه مثلا: انا يا ماما عايز اصنع طيارة، عايز اعمل مثلا عربية، عايز اعمل اي حاجة هو محتاج ان هو يعملها، انا اوفر له ادوات واقول له اتفضل اعملها، واديله الفرصة والاستقلالية ان هو يعملها بنفسه. احنا كمان عايزين نهتم مش بالمهارات الشخصية لأطفالنا ونصنع فيهم الاستقلالية عشان يقدروا يواكبوا الحياة ويواكبوا المجتمع. أسيبكم النهاردة وإن شاء الله بكرة استنونا في نصيحة صغيرة جدا من نصايح يوميات عمر في رمضان. Hoş geldin ey Ramazan.